حلقات جديدة من يوميات مفروس ومفروسة. أنا هطق يا مفروسة. ومين سمعك يا أخويا؟ خلاص أنا كده جاهزة. يا بنت الإيه يا عمته؟ لحقتي تلبسي قبلينا؟ 5 وخمسة في عينيكي. هو إيه؟ ألبس براحتي تقولوا بتعطلينا، ألبس بسرعة تقروا عليا. خلاص يا سوسة، عمتك منحوسة هتضيع لنا الوقت ومن غير حلفان. انا لو لبست وخلصت هنزل على طول وماليش دعوه بحد. مش كفايه عازماكوا في مطعم ما تحلموش تعدوا حتى من عليه اصلا. الله 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 الله، انت هتزلينا ولا ايه يا مفروسه؟ ما انا ياما عزمتكم، عمري اتكلمت ولا حتى فتحت بق بكلمه واحده؟ الله عليك يا مفروس يا اخويا، دايما كده تاخد حقنا من الظالم ومن المفتري. هات اللعب شويه يا عمته، عايزين نخرج دلوقتي ولما نبقى نرجع بقومي بلاحتك. وانا كمان سنجيتي نفسي اوام. يلا بينا بقى يا عمتي. يلا ايه يا هباب البرك، انت امك هي اللي عزمانه. هو احنا بيهمنا يا سونسون نكنسل الموسيقى ونرمي الهلبة على عمته؟ يلا بينا وانا هتطوع واسيبك تعزمين كده. طب يا اخويا شوف مين اللي هيعزمك بقى يا روح ماما. اسلب بقى يا ابو سكاسك، يلا يا حبيبي اسلب. خلاص انا كمان خلصت. وانا كمان خلصت، يلا بينا. وانا كمان زيكم خلصت. شوف يا مفروسه، كلنا لبسنا وانت بس اللي ناقصه. انا ناقصه يا مفروس؟ ماشي، طب مش خارجه. ايه يا جماعة، انتوا قلبتوها صندقة كده ليه؟ خلاص بقى يا موسيقى، انا يا ست اللي ناقص. انجزي بقى، خلينا نهبق من هنا قبل الزحمة. انت هتضربني يا سيكا؟ خلاص يا حبيبي انا خلصت خلاص، ولا تزعل نفسك. ناس تخاف من عيالها وعامله فيها ال7 رجاله. ايه ده؟ معقوله هتعزمينا على محلات هات مره واحده؟ ايه ده؟ انا مش مصدق عيوني. الظاهر التعميرة بتاعت الواد شاكوريا دي بتجيب الحظ. مفروسه شكلها ورثت ولا ايه؟ اخلصوا بقى، خلوني اشوف حد اساله. هتسألي على ايه يا ماما؟ انتي مش هتعزمينا؟ يعني ندخل ونقعد في الحتة اللي احنا عايزينها وكمان ناكل اللي احنا عايزينه. اسكتي انت يا سوسة دلوقتي، انت مش فاهمة حاجة. والنبي يا اخويا لو سمحت بعد اذنك. ايوه يا هانم، اؤمري سيادتك. انا معايا الدعوات دي علشان الفطار هنا في المحل. والله وبالنسبة للناس اللي مع حضرتك دول برضو بالدعوات دي؟ يا اخويا، في اعتراض ولا ايه؟ في ايه يا مفروسه؟ الولد ده مضايقك في ايه؟ قوليلي، احنا معزومين على الفطار هنا، اي مشاكل اي تدخل اطلبوا المدير على طول. لا يا حضرة، الموضوع مش محتاج مدير ولا حاجة. كل الحكاية ان اللي مع الأستاذة ده اعلان مش دعوات. ايه؟ اعلان؟ ازاي؟ ده المدير بتاعي هو اللي ادهاني وقال لي دي دعوات اوبن بوفيه لاي عدد. فعلا كلامه صحيح جدا يا فندم. ايه ده؟ هي نيلي اعتزلت وانت بتعمل الفوازير بدالها؟ لخص. حاضر، انا قصدي تنوروا، انتم ضيوف الرحمن وعنيا ليكم. ايه ضيوف الرحمن؟ ازاي يعني؟ هو صحيح كلنا على الله، لكن مش فاهم انت تقصد ايه؟ يعني الاعلان اللي مع الاستاذه ده بتاع مائده الرحمن بتاعت محلات هات مفتوحه لاي حد ومن غير اي دعوات خالص يا فندم. ايه مائدة رحمن كده يا مفروسه؟ هي دي العزومه اللي انت عازمها لنا؟ امرنا لله، مائدة رحمن. الاذان خلاص يا جماعه هيأذن ومفيش حل تاني. لا يا فندم، لو حضرتك تحب تعرف عروضنا الرمضانيه انا تحت امرك. هتستمتع بكل المأكولات يا فندم، شيش طاووق، شيش بضربتين فخده روستو، فخده من غير روستو، عندنا صدور ورق قطعتين يا فندم. اما الحفله بقى فنون شعبيه مع الشيشه الرمضانيه مجانا، يعني الفرد الواحد تقريبا يا فندم 450 جنيه بس. قلت لي مائدة الرحمن فين؟ بس الاكل كان جميل بشكل. بصراحة كان لذيذ جدا.
يا ترى بقى بيعملوا حفلات افطار بس ولا في كمان حفلات سحور؟ معرفش والله يا مفروس، والله ما اعرف. كنا كملنا السهرة هناك. انا هاخد صحابي واعزمهم هناك، دي حاجة تشرف بصحيح. انا اول مرة اكل الاكل ده كله. ابو بلاش كتر منه. افتح يا سوسة التلفزيون، خلينا نشوف اخبار الدنيا ايه. انا حاسس ان الزمن وقف بعد الاكلة الجامدة دي. والآن نوافيكم بتفاصيل الخبر. أكد مصدر بوزارة الداخلية أنه قد تم القبض على صاحب محلات هيتهات الشهيرة، وذلك لاستخدامه مواد غذائية منتهية الصلاحية، فضلا عن استخدام لحوم الكلاب والقطط والحمير الغير صالحة للاستخدام الآدمي. اقفلي التلفزيون ده ولا كسره. بطني هتفرقع. مش قادرة. لحم الحمير اللي كلته بدأ يعمل مفعوله. المشكلة إن كل اللي كلنا بفتلة خالص، مش إلا بابا أنا عندي إحساس غريب بالهوا. اسكتوا بقى، اسكتوا، حرام عليكم، خلينا نشوف هنعمل ايه في المصيبة دي. يا لهوي. ربنا يسامحك يا ماما، مش كفاية أكلتينا على مائدة الرحمن وكمان لحم قطط وكلاب؟ يا لهوي. وزي ما حضراتكم شايفين أعزائي المشاهدين في كل مكان، الحالة اللي وصلت لها عائلتي مصرية مفروسة. يا ترى أنا أكلت راس الحمار ولا لأ؟ سيبنا أختم بالوصلة دي عشان لو ودعت أبقى ختمت مشواري الفني بنفس راضية. اتفضل يا اخويا. سمعنا. هو تعالى الهدهات، رد عليا الشحات وانا قاعد في الكتكات. هو من غير اثبات، عيلة مفروس هتهوهو وشوية كمان هتنونو، وانا قاعد بره بصوصو والثعلب عدى وفات وايه. وشكرا. اجري يالا. كنتم مع يوميات مفروسة كوميديا ساخرة، بطولة سيد الشاعر سارة طه، ومع النجوم أحمد عبقرينو، نجلاء محمود، أحمد فضل، سارة عصام الدين، دنيا التونسي، هاني عفيفي، أحمد زكي، زيزي عصام الدين، محمد سابق، مصطفى اسماعيل، محمد الليثي، أحمد هاشم، محمد أحمد. كان معكم بالهندسة الصوتية والمونتاج أشرف كامل. يوميات مفروسة. تأليف وإخراج سيد الشاعر أحمد مصطفى معوض.